أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا يعلن فيه عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي الجارية. ولم يبرم النادي الملكي أي صفقات لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي حتى الآن، حيث أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قد أكد في وقت سابق أن فريقه لا يحتاج لأي تدعيمات. وفي بيان رسمي، أعلن ريال مدريد عن توصله لاتفاق مع نادي فالنسيا على إعارة لاعبه الشاب بيترو غونزاليس إلى الخفافيش لمدة 6 أشهر. وأكدت التقارير أن اللاعب الإسباني من أصل دومينيكاني سينضم لصفوف فالنسيا حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، بالإضافة لوضع خيار في عقد اللاعب الجديد بإمكانية الشراء النهائي مقابل 2 مليون يورو. كما أن الميرينجي سيحصل على قيمة 50% من نسبة البيع المستقبلية في حال انضم بيترو إلى فالنسيا بشكل نهائي وتم بيعه لفريق آخر في المستقبل. يلعب بيترو غونزاليس البالغ من العمر 21 عاما مع نادي الكاستيا في ريال مدريد، حيث أنه خاض 18 مباراة هذا الموسم مع الفريق وسجل هدفين وصنع 2 آخرين.